تقدر تقول I'm disqualified لأي حاجة. ديسكواليفايد؟ نو واي، دي البادي جارد المفروض تحميني. وانت يا احلى عالم بالعالم انتو. كيف الشباب؟ خليك هلسي كرمالة لهلسي. ايه كل الفرص دي يا عم؟ هانز فليك عنده علم بالموضوع ده. روكي الغلاب، فيلم مصري تاني جديد لسه نازل في السينما. الفيلم بيحكي عن بنت بتشتغل بودي جارد لمحمد ممدوح. خير ايه حضرتك اللي عايزني؟ قومي اقفي. How dare you؟ بص، هي لو القصة لغاية هنا بس فده يطلع منها كوميديا بنت لذينة، وده اللي حصل في الفيلم. والصراحة محمد ممدوح كردة فعل من أعظم الممثلين. يا عم اتفرج على دوره في بنك الحظ. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ الفيلم حلو، مش هقول لك وحش، وخصوصا فيلم عائلي، والافلام العائليه بجد قليله قوي. وبجد ان انت تلاقي فيلم ينفع لكل افراد العيله في الوقت ده صعب. ده لازم تعمل له قبلة الحياة. مشكله الفيلم انه عامل زي ليفربول والمهاجم بتاعه نونيز، ونونيز هو الاساسي كمان، وبنلعب بقى وخلاص بنلعب على الدوري. حسيت بضيق تنفس، حسيت كم الفرص اللي ضايعه، دي نفس الفرصه اللي انت هتضيعها لو ما اشتركتش في القناه وفعلت الجرس. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا معاكم. ودي المشكله بتاعت الفيلم. عوده لدنيا سمير غانم للسينما بعد غياب طويل، وقدمت دورها حلو بشكل كبير جدا. محمد ممدوح الراجل شايل الفيلم ده، ما بيشيل اي فيلم هو بيخش فيه. مش ايه المشكلة اللي عندكم؟ المشكله كانت في اي حاجه غير الاتنين دول. يعني واحد من اكتر الناس اللي أنا زعلت عليها في الفيلم هو محمد ثروت. حبيبي ساذج طول عمرك. اكتر من نص افيهاته في الهوا. ممكن تكون بتعجب شريحه من الناس، هي ما عجبتنيش بس بتعجب شريحه من الناس. بس بجد محمد ثروت من احسن الممثلين لو اشتغل على نفسه وعلى فكره ان هو يقدم كاركتر. اسود نجيب اهرب على فين؟ وضيوف الشرف رغم انهم مش كتير قوي زي الهوجة اللي طلع في الافلام الاخيره، ولكن بيتم استغلالهم بشكل مش احسن حاجه، باستثناء احمد الفيشاوي اللي تم استغلاله بشكل عبقري، وكان ممكن يطلع منه كمان احسن من كده. دي على القضيه اللي كنت بطرح فيها. ده جلابيه فليله والباسم اللي كنت بايت. ده حلف قضيه. دي حته حشيش مالناش دعوه بيها. الكاست بتاع الفيلم كمان اوت اوي الصراحه، يعني خصوصا جانب الشر اللي كان غير موفق بشكل كبير. الكتابه ذاتها واعتمادها على النكته ما عادتش فعاله من زمان، يا مصيبتي. خصوصا لو كان الممثل بيشفي يومه زي اللي حصل مع محمد ثروت، عكس اللي حصل في نقطة المواقف اللي كانت بتتكرر في الفيلم أكتر من مرة، وخصوصا المواقف اللي ما بين دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح كانت حلوة. والله كانوا الدنيا مش وحشة بس مش حلوة، يعني هي مش مفهوم. فمن الآخر ويا عم، وبعيدا عن كل الكلام والهري ده، الفيلم ده لو نزل على المنصات هيكون واحد من أفضل الأفلام اللي تتفرج عليها مع عيلتك. الو ايوه يا حاج زغلول، ازيك وازاي العيال؟ بقول لك ايه، انا عازمك على العشاء النهارده، تعالى بسرعه. انا قلت كلام كتير سلبي عن الفيلم، بس انا بقول لك ان الفيلم ده من افضل الافلام العائليه. ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. لا ابنك مجنون يا حاج. بص، انا كنت داخل السينما لوحدي وكنت بتفرج على الناس، يعني اغلب الوقت ببص على الناس وهي بتتفرج. الناس اللي داخله لوحدها فرضاني زيي ما استمتعتش بالفيلم بشكل كبير. في حاجه ولا ايه؟ عكس العائلات اللي كانت موجوده واللي كانت ماليه السينما حرفيا، كانوا مبسوطين خارجين بتجربه مرضيه جدا. كانوا بيتكلموا ان واحد من احلى الافلام اللي دخلوها من فتره كبيره. فمن الاخر السلامه، باي باي. مكهب بيت قديم كده بقول لك، الفيلم ده مش وحش، بالعكس
هو كان مشروع فيلم عظيم بس المخرج ضيعه وضيع كم فرص ما يضيعهاش سيف الجزيري في عزه. في النهاية متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ومتبقاش سيف الجزيري في نفسك. وشكرا.